بإرادة لا تقهر وعزم شديد وأهداف لا تعرف المستحيل وتواصلا لجهود سيادة المحافظ اللواء الركن أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبين فيما يخص إعادة تأهيل ساحة شهداء الثورة بالعاصمة زنجبار بعد أن تحولت وبفعل الحرب إلى غابة موحشة تسكنها الأفاعي والحنشان والكلاب الضالة وإلى مساحة مقطوعة سال عليها لعاب المستفيدين من الحرب جحافل الأراضي وغزاة المؤسسات الحكومية ينفذ صندوق النظافة وتحسين المدينة بقيادة المدير منصور سالم وادي. وفي إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك حملة نظافة واسعة في ساحة الشهداء بزنجبار، وعبرت مديرة الساحة انتباه سيلان عن شكرها وسعادتها، وبشرت انتباه سيلان مرتادو الساحة إلى وصول مجموعة من الألعاب الحديثة التي قد يجرى تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما تلاحظوا اليوم ساحة الشهداء بإذن الله أنها مثل ما وعدناكم سابقا حسب تعليمات سيادة اللواء أبو بكر حسين سالم ودعم مباشر من الأخ منصور وادي مدير صندوق النظافة وتحسين المدينة محافظة أبين. سيتم بإذن الله إظهار ساحة الشهداء بأبهى صورة وحسب ما وعدنا زي ما هي كانت المتنفس الوحيد في محافظة أبين، وبإذن الله سيظل المتنفس الوحيد. ونحن على شارف أيام سعيدة شهر رمضان المبارك أيضا عيد الفطر. سيتم زي ما تلاحظوا تصفية المساحات هذه من الأشجار السيسباع وأيضا من المخلفات، وسيتم تركيب الألعاب بإذن الله في خلال الأيام القادمة، وستنعم أبين بإذن الله وسينعم أبنائها الشرفاء بما كانوا منتظرين له من ألعاب وإظهار ساحة الشهداء بأجمل صورة. تجرى هذه الأعمال التي تهدف إلى إظهار ساحة الشهداء في أحلى حالها وسط انبساط وارتياح واسع من قبل المواطنين والنشطاء حسب تعبير الزميل الصحفي أحمد هادي حسين. نلمس بجهود حديثة عمل جبار رائع من قبل قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء الركن أبو بكر حسين سالم محافظ المحافظة الذي يولي هذه الساحة جل اهتمامه ورعايته. خلال الفترة الماضية أعيدت لهذه الساحة رونقها الجمالي على اعتبار أنها قبلة سياحية لمحافظة أبين. الأستاذ منصور وادي مدير صندوق النظافة والتحسين الذي يعمل على مدار الساعة جاهدا في سبيل إظهار هذه الساحة. عملية تزيين وتصفية الساحة من أشجار السيسبان الضارة وجعلها نظيفة لائقة لاستقبال الشهر الفضيل، تصاحبها أيضا عملية تسوية وتصفية وزراعة عدد من الجزر في حديقة 22 مايو الكبرى وسط العاصمة زنجبار ليكتمل الجمال بالعمل. ورمضان كريم على أبين وقيادة أبين وقيادة الوطن وعمار أبين. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر محافظة أبين.